حسن الرداد راكب عربية بتمشي في المية، ومحمد رمضان طيارته الخاصة طلعت مش بتاعته. حسن الرداد بيثير الجدل على السوشيال ميديا وبيعمل اللي محمد رمضان معرفش يعمله، راكب عربية في الإمارات بتمشي على المية. يا ترى ده مشهد من فيلم بيصوره ولا دي عربيته ولا إيه حكايتك يا رداد؟ يلا بينا يا أحلى متابعين نشوف القصة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن حسن ماشي في سكة محمد رمضان واشترى عربية بتمشي على المية كأنها ماشية على الأرض، والجدل ده حصل بعد ما الفنان حسن الرداد نشر على حسابه على انستجرام فيديوهات وهو بيسوق العربية في الإمارات على المية بطريقة استعراضية، والفيديوهات كانت على فترات طويلة، بمعنى إنه أخد لقطات كتيرة وطويلة وما كانش مفهوم دي دعاية للعربية ولا الفيلم ولا لقطات عادية لعربيته الجديدة. وطبعا المتابعين تعليقاتهم كانت منها جد وبتدعيله ربنا يزيده، ومنها هزار وسخرية زي حسن الرداد عدا محمد رمضان، وإن محمد رمضان ما عملهاش ده ناقص يطير بيها كمان. حسن الرداد هيبقى زي محمد رمضان، احنا شايفين محمد رمضان قدامنا، انت متصور بيها على اساس انها بتاعتك، داري على شمعتك. ومنهم اللي قال دي دعاية للعربية. حسن الرداد معلقش على الجدل اللي حصل حواليه وزود الجدل أكتر، وبعد يومين من إثارة الجدل عليه صرح في فيديو إنه بيصور كليب جديد اسمه ضرب ضرب، وده هيكون في فيلمه الجديد واللي اتسجل في استوديو الباور العالي مع موزة وتايسون. وبعد تصريحاته برضه مسلمش من المتابعين والانتقادات والهزار، اتقال وقتها إن العربية اللي ظهر بيها دي مش عربيته، وإن دي مجرد دعاية وإعلان، وإن الطريقة اللي ظهر فيها بيقلد بيها محمد رمضان، وظهوره كان غريب وكل مرة باستعراض مختلف. والغريبة هنا واللي لاحظناه إن العربية اللي حسن الرداد ظهر بيها في المية غير العربية اللي ظهر بيها على الأرض في دبي. وبعد تركيز في الفيديو الناس اكتشفت إن حسن معاه من نفس شكل العربية عربية تانية بتمشي في المية، وعن طريق المونتاج قدر يصور لنا إن العربية هي لأنها نفس الشكل واللون للعربية اللي كان بيعمل بيها استعراضات مختلفة. وده اللي وضحه الناس لبعضهم إن العربيتين مختلفتين، نفس الشكل بس مش نفس العربية. وطبعا تعليقات المتابعين كلها كانت واخدة اتجاه إنه بيقلد محمد رمضان وإنه بيعمل نفس الاستعراضات. ويا ترى محمد رمضان اشترى عربية زي دي ولا لسه، وإن دي مش عربية حسن الرداد، دي مجرد دعاية أو صورة. وبدأ الاتجاه والبروباجندا تروح ناحية رمضان اللي غاب عن مسلسلات رمضان السنة دي، وبدأوا يتكلموا عن قصة طيارته الخاصة اللي زي ما احنا عارفين إن قد إيه كانت مثيرة للجدل وقتها، واللي اكتشفنا بعدها إن رمضان ما عندوش طيارة خاصة، دي طيارة بتجيله مخصوص من الشركات والفنادق اللي بتعمل حفلات رمضان لو الحفلات في أي دولة تانية غير مصر، وإنه بيتصور فيها عادي وما قالش إنها طيارته. وفي خلال أيام الجدل حوالين حسن نشر صورة من تكريمه من شرطة دبي وكتب كل الشكر والتقدير لشرطة دبي وسيادة العقيد مسعود الحماد على تكريمي وإعطائي بطاقة إسعاد، وما كتبش أي سبب للتكريم. ودي بطاقة بتخرج من شرطة دبي بتساعد في توفير مصاريف وبتسهله عمليات الشراء والتعليم وتجديد الإقامة، ودي حاجة مميزة بتعملها الإمارات للمقيمين فيها وبيستفيدوا منها، وليها موقع إلكتروني خاص بيها، ودي فرصة كبيرة للإمارات عشان تعلن عن تسهيلاتها للسياح والمشاهير. وهنا بقى كل متابعين وأثرهم الفضول، والسؤال هنا هو إيه كان سبب تكريم حسن الرداد؟ مستنيين تعليقاتكم وآرائكم، وقولوا لنا هو كان إيه سبب تكريم حسن الرداد؟